نرحب بكم مشاهدينا الكرام عشاق قناة زون تيفي أينما كنتم داخل أو خارج أرض الوطن في أولى حلقات برنامج زون سبور، والذي سيدور محاوره حول القرعة التي أجريت بمدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية. وفيما يلي قرعة أبطال إفريقيا، المجموعة الأولى ميلودي سان داونز وقع مع فريق بيراميدز المصري، مازيمبي الكونغولي، ونواضيبو من موريتانيا. المجموعة الثانية حيث يتواجد ممثل الوحيد للكرة المغربية الوداد البيضاوي رفقة فريق سيمبا أسيك ميموزا جوانتي غلاسكي من بوتسوانا، في حين شهدت المجموعة الثالثة وقوع فريق الترجي التونسي رفقة فريق بيترو أتليتيكو الأنغولية الهلال والنجم الساحلي. أما المجموعة الرابعة فشهدت وقوع فريق الأهلي المصري بطل النسخة الأخيرة رفقة فريق شباب بالوزداد يانغ أفريكا وميدياما من غانا، في حين شهدت قرعة كأس الكونفدرالية عن مجموعات متباينة، أهمها المجموعة التي وقع فيها فريق النهضة البركانية. المجموعة الأولى شهدت وقوع فريق اتحاد العاصمة الجزائري رفقة فريق فيوتشر المصري سوبر سبورت والهلال الليبي. أما المجموعة الثانية شهدت وقوع فريق الزمالك المصري رفقة فريق زاغرادا إسبارتا من أنغولا وفريق أكواسور الغيني وأبو سليم الليبي، في حين شهدت المجموعة الثالثة وقوع فريق ريفيرز يونايتد رفقة فريق الإفريقي التونسي ديميزا الغاني وأكاديميكو لوبيتو، في حين المجموعة الرابعة حيث يتواجد ممثل الكرة المغربية فريق النهضة البركانية رفقة فريق الشياطين السود الملعب المالي وفريق سيخون. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية مواد عددنا لهذه الحلقة. أضرب لكم موعدا الأسبوع المقبل، كونوا في الموعد. قبل ما تخرجوا تابوناو على لاشين يوتيوب، بارطاجيو لا فيديو وديروا جيم، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد زون تيفي، وما تنساوش تشاركونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.